طب بص، احنا النهارده جايين نتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي قوي. الحاجه دي جواك انت شخصيا، هنتكلم عن حته موجوده فيك. لو عرفت تحافظ عليها هتكون حافظت على جزء كبير جدا قوي من شخصيتك. بص، انا ما بكلمكش هنا عن مشاعرك وعن الحب وعن الارتباط، علشان ده لوحده موضوع عايز حلقات كتيره قوي، ومش هينفعوا حلقه واحده بس. مش انتوا كنتوا فرحانين بالنزول والخروج والذكريات؟ الذكريات والصور دي كلها هي سبب وجعكم دلوقتي. بس مش مهم يعني، ده مش موضوعنا دلوقتي. بس انا برضو ما اقصدش ان انا بتجاهل مشاعرك، فاهم؟ زي ما هي ما اتجاهلتها او زي ما هو ما اتجاهلها معاكي وما حسش بيك. لا، انا بتكلم دلوقتي عن حاجه اهم وتعتبر هي الاساس في حياتك، ولازم تكون باينه كويس قوي، وهي ثقتك في نفسك. طيب المهم، في الاول انا عايز اسالك سؤال: ليه دايما في تردد في حياتك، او في اختيار الناس اللي في حياتك، او حتى في اختيار اماكن تروح؟ وبرضه مش لازم يكون التردد دوت بين اختيارات كتيره قدامك، ممكن التردد دوت ما بين ان انت تعمل الحاجه دي او ما تعملهاش اصلا خالص. يعني انت في كام حاجه كنت عايز تعملها وما عملتهاش بسبب ان انت كنت متردد. لازم تبدا تعتمد ان انت لازم تتقبل اي قرار في حياتك مهما كان ايه هو، حتى لو القرار ده غلط. حتى لو دخلت شخص غلط في حياتك لازم تتقبل نتيجه قرارك. فاهم حاجه؟ لازم تتقبل ان انا هدفع ثمن نتيجه القرار ده، حتى لو غلط او حتى لو صح. لازم تكون واثق في اللي انت هتعمله، سواء كان حلو او كان وحش. طبيعي هتكون اي حاجه جديده عليك بتعملها لاول مره فيها نسبه كبيره جدا ان قرارك يبقى غلط، وطبعا نتيجته هتبقى غلط عشان انت ما جربتهاش قبل كده. فانت لازم تعترف بغلطك، ده عادي جدا. حتى لو تعترف بغلطك ده لنفسك بس هتزود ثقتك في نفسك، عشان دي بتبان عليك قوي جدا في حياتك، بتبان اكتر في قراراتك واختياراتك بعد كده. خليك واثق من نفسك، وخليك عارف انت بتعمل ايه، وخليك عارف انت عايز ايه بالظبط، وما تبصش وراك ابدا. والخطوه اللي هتاخدها ما ترجع لهاش تاني خالص. وحاول تاخد خطوه مدروسه صح، وتبقى عارف طريقك عامل ازاي، وبرضه هتمشي فيه ازاي عشان ما تندمش على حاجه في الاخر. بس المهم، اي حاجه هتعملها، اي قرار هتاخده، اي خطوه هتمشيها، خليك واثق من نفسك فيها. حتى لو هتمشيها لوحدك، الرحله في اساسها فرديه. حتى لو معاك حد قليل قوي اللي بيكون معاك من بدايه الطريق لغايه النهايه. ثقتك في نفسك هتكون اهم من اي حاجه، وهتفرق معاك جدا في كل حاجه. هتفرق معاك جدا في قراراتك، هتفرق معاك جدا في حياتك، هتفرق معاك جدا حتى في الناس اللي انت هتدخلهم حياتك. هتلاقي نفسك في حته تانيه خالص لمجرد بس ان انت عرفت قيمه نفسك وبقى عندك ثقه في نفسك. وحاول على قد ما تقدر ما تعتمدش على حد، واعتمد على نفسك وبس.